لن تصدق ماذا فعل الجمهور الجزائري لحظة دخول رئيس الكاف إلى ملعب نيلسون مانديلا لإلقاء كلمة الافتتاح. بس قبل ما نبدأ في المشاهدة، ياريت ما تنساش إنك تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة. هيا بنا. طالبت الجماهير الجزائرية التي حضرت حفل الافتتاح رئيس الكاف باتريس موتسيبي بتنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2025، وتعالت أزاهيج وصيحات الجماهير الجزائرية التي جاءت إلى ملعب نيلسون مانديلا فور دخول موتسيبي إلى أرضية الميدان لإلقاء كلمة الافتتاح. ورد الجمهور الجزائري عباراته: الشعب يريد كأس إفريقيا، في إشارة منهم إلى أن الجزائر مستعدة لتنظيم هذا الحدث الإفريقي أكثر من أي وقت مضى. وتفاجأ رئيس الكاف بالأجواء في ملعب نيلسون مانديلا، حيث بدأ خطابه بتحية الإسلام: السلام عليكم، وهو ما تجاوب معه أنصار الأخضر بقوة. وأدى موتسيبي فخره الشديد بالجزائر وبالملعب التحفة الذي تم تشييده، والذي يحمل اسم الزعيم الراحل وصديق الثروة الجزائرية نيلسون مانديلا. وسخرت الجزائر إمكانيات بشرية ومادية ضخمة لإنجاح هذا العروس الكروي الإفريقي الشان. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو. وإن أتممت المشاهدة ففضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.